راه فاش كتكون عندك الازمه راه كترجع بعض المرات المضاربه كتدخل في خانه المضاربه اللا اخلاقيه. وفاش كتكون عندك الازمه وكتقبط انت عارف بان المغرب فيه خصص وجاك عرض زايد ب 4 ريال او زايد ب 10 ريال وفضلتي تصدر المالي وما تخليش في المغرب، فهذا راه كيشكك في الوطنيه وفي القيم ديالك انت كفلاح مغربي اللي استافد من منظومه السقي واستافد من الاعفاءات الضريبيه واستافد من هذه المنظومه على الخلل اللي فيها بالخلل اللي فيها. فراه عطاتك مجموعه الامتيازات اللي مكناتك انك توفر هذا المحصول والزهاد. اذا اليوم كيخص هذه المنظومه تراجع، كيخصها تحين، كيخصها دوز للبعد الرقمي في المراقبه. حنا كنتكلموا على ان الحكومه دخلت في الحكومه الرقميه ودخلنا في الاداره الرقميه وكنمشي لسوق الجمله وكاننا رجعت المغرب 1912 بجميع التجليات ديالو والممارسات الريعيه والاحتكاريه. راه استاذ نوفل راه فاش كنمشيو الاستاذ تحدث على الممارسات الريعيه وناخذوا حنا مثلا غير مساله المربعات. انا المربعات كنت كنظن بان مربعات صغيره وهذه الاشياء ومدخولها محدود، ولا مربعات راه كيوصل الطاقه الاستيعابيه ديالها 250 حموله، والحموله هي حموله الشاحنه وكل حموله يؤدى عليها 250 درهم. قناه السويس كل حموله 250. نعطيك مثال سوق الجمله في الدار البيضاء راه ولان مساله المستغلين هذه المربعات راه كيستغلوها لواحد سنه او سنتين او 3 سنوات على الاكثر كيخصو يتجدد. راه اللي استغلوه مثلا في سوق الجمله بلا ما نذكر المدن راه اللي خدا شي مأذونيه ديال المربعه بقى فيها 20 و30 سنه ما غادرش، ما كاينش المراجعه. حتى على مساله المربعات راه ريع ولكن هو مقرون بخدمات. هذه الخدمات بنفسها اللي هي كانت داخله في هذه 250 درهم اللي تتأدى رجعت كل خدمه يؤدى عليها بشكل مستقل. نعم. خدمه الصندوق 2 دراهم، نعم. خدمه الميزان 40 درهم، وعاد خدمه تفريغ الحموله 250 درهم، وعاد اللي كيشحن ويفرغ. اذا شحال الكلفه زايده عندي. لذلك بزاف الناس يفضلوا ما يدوزوش من سوق الجمله لان هذه الفوضى وهذه الاسعار اللي كترفع التكلفه تيقول لك انا في غنى عنها. لذلك نقول بان الاشكاليه اليوم المشكل بنياني.